والمهمه ما غتكونش سهله بالنسبه له امام رجاء يريد الثلاث نقاط كذلك. نعم، دخول الفريقين على ارضيه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وتشجيعات متواصله لا من انصار فريق رجاء ولا من انصار فريق الوداد البيضاوي. سوف ترفع بعد قليل مجموعه من الرسائل، واول رساله هي للوداد البيضاوي. نتابع. هو الرونق، هو الحماس، هو الجمال، هي الحماسة في أبهى تجلياتها والتي تطبع تشجيعات أنصار أوفياء، ويرفع أيضا تيفو لفريق الرجاء البيضاوي، أبرز فريقين على الصعيد الوطني والقاري والعربي. حماس منقطع النظير، أناشيد تتغنى بتاريخ الناديين الحافل بالألقاب والتتويجات. صورة جميلة جدا. بهذه الصورة يمكننا عبد الرزاق نسوقوا لهذا المنتوج الكروي. نعم، هي مباراة الكلاسيكو دائما كتفرز لنا مباراة تشد النفس وكتعطينا الفرجة في وسط الميدان وعلى المدرجات. شيء جميل أن نرى هذا التيفو من قبل مشجعي الفريقين، وما كتزيد المباراة إلا حماس. نعم، وتلاحظ المونديال ديال هالسنة الشهر القادم، ومشاركة لفريق رجاء في ثاني مونديال للأندية. جمهور أكثر من رائع. هكذا تسوق الصورة القوية لهذا اللقاء الكلاسيكي الذي يجمع الغريمين منذ سنة 1956، السنة التي شهدت ولادة الديربي البيضاوي. الأب جيجو محمد بن حسن الوزاني الذي كان من مؤسسي الوداد ودربه، لكن بعض المشاكل أبعدته مضطرا عن الفريق الأحمر سنة 52 وجعلته يلتحق سنة 55 بالرجاء بعد مرور 6 سنوات فقط لتأسيس الفريق. هذه صورة لأنصار فريق الوداد البيضاوي، وأيضا صورة لأنصار الرجاء الذين أتوا بكثرة. صورة جميلة جدا. نعم، أكيد أن عامل الجمهور غادي يعطي رونق لهذه المباراة هذا، وكيخلي اللاعبين الآن كيدخلوا في واحد الرغبة في الأداء وفي جواب هذا الحشد الكبير من نعم المتفرجين بأداء نعم. جيد. هذه إشارة لرئيس الفريق، رئيس فريق الوداد البيضاوي. نتابع أيضا الرسائل الجميلة ديال أنصار فريق الرجاء البيضاوي بكثرة. فبين الفئة الأخرى تشاهد رسالة من هذا الجانب وهذا الجانب، رسائل مشفرة لكن لها مدلول جميل، واكيد انها تصل. تبادل اشارات بين عبيدي الفريقين محسن متولي ونادر المغري.